السلام عليكم، انا احمد مدحت من فون فور يو. وفي الفيديو ده هيكون في احسن 5 موبايلات فوق ال 5000 جنيه، يعني فوق تقريبا 250 دولار. ولو انت بتدور على موبايلات تحت ال 5000 جنيه فاحنا برضه ما نسيناكش. عبد الخالق محمد على قناته ذا تيك كرو عامل احسن موبايلات تحت ال 5000 جنيه. هسيب لك اللينك في الاي اللي هتظهر دلوقتي وفي الديسكربشن. اول موبايل بسعر 5000 جنيه هيكون اللينوفو بي 2 بمعالج سناب دراجون 625 وكمان 4 جيجا رام، واللي بيميزه البطاريه العملاقه 5000 ملي امبير مع معالج بيحفظ الطاقه، بالتالي بيدينا واحد من احسن التجارب للبطاريه. بيعيب الموبايل بس ان الكاميرا بتاعته قليله شويه. تاني موبايل بسعر 5400 جنيه هو الشاومي مي 5 بمواصفات رائده لسنه 2016، بيجي من معالج سناب دراجون 820 و3 جيجا رام. بيعيب الموبايل ده بس ان الذاكره الداخليه بتاعته 32 جيجا ومفيش مكان انت تحط كارت ميموري. تالت موبايل هيكون السامسونج جالاكسي A7 2017 بسعر 7500 جنيه. بعد ما سعره نزل من 9000 ل 7500 جنيه بقى الى حد كبير سعره مقبول جدا. فهو بيقدم لنا شاشه مميزه جدا، كاميرات مميزه، تصميم مميز زي الاس 7 بالظبط وضد الميه. يعيبه شويه ان المعالج بتاعه يعتبر متوسط شويه لكنه كويس في الفئه السعريه دي. رابع موبايل هواوي بي 9 بسعر 8500 جنيه تقريبا، بيقدم لنا تجربه كاميرا ممتازه جدا وكمان تجربه الكاميرتين الخلفيتين. بيعيبه بس ان هو هايبريد سيم، يعني ما ينفعش تحط خطين وميموري، لازم تحط خط واحد وميموري يا اما خطين من غير ميموري. خامس موبايل بسعر 9400 جنيه هيكون السامسونج جالاكسي اس 7 العادي. رائد سامسونج السنه اللي فاتت هيكون فيه كل حاجه انت عاوزها، كاميرا ممتازه، شاشه ممتازه، اداء رائع جدا. يعيبه بس ان البطاريه هتكون ضعيفه شويه للناس اللي استخدامها كبير. اخيرا كان في موبايلين لازم اقولهم، وهو السوني اكسبيريا اكس كومباكت بسعر 6000 ونص للناس اللي بتحب موبايلات اقل من 5 بوصه. كمان اللي مش حابب السامسونج جالاكسي اس 7 ففي السوني اكسبيريا اكس زد نفس السعر تقريبا، وبرده خيار كويس جدا في الفئه السعريه دي. دي كانت احسن 5 موبايلات فوق ال 5000 جنيه. ما تنساش تشترك في القناه، تشوف الفيديو التاني بتاع عبد الخالق على قناه ذا تيك كرو، وممكن تتابعني على تويتر وانستجرام @احمد مدحت جدو، او تتابعنا على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك وعلى انستجرام @فون فور يو.